الزوج الذكي هو اللي يجيب السعادة للبيت عن طريق مراعاته لاهتمامات زوجته، اهتماماتها الشخصية واهتماماتها اللي هي بتحبها حتى لو كانت في وجهة نظره صغيرة أو قليلة أو يعني حاجة مش ذات قيمة، بس هي حاجة ذات قيمة بالنسبة لها. والست لما تبقى مبسوطة وحاسة بالأمان معاك وحاسة إنك مهتم بالحاجات اللي هي بتهتم بيها، ده يفرق معاها كتير في معاملتها ليك. السيدة عائشة بتحكي لنا حكاية حصلت بينها وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وانا عايزاك كده تسمعها وتقولي لو انت في مكان النبي كنت عملت ايه في الموقف ده. تحكي السيدة عائشة بتقول: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كنا بالبيداء يعني في صحراء شديدة. ايه اللي يحصل بقى في الصحراء الشديدة دي؟ بتقول: فانقطع عقد لي. العقد بتاعها لما اتقطع، وسيدنا النبي مش مسافر لوحده، ده سيدنا النبي معاه ناس، معاهم قافلة كبيرة من الناس، وطبعا الماشية اللي ماشيين بيها والحيوانات اللي راكبينها. دنيا يعني الموضوع مش سهل ولا يسير. كانوش بيقفوا في مكان الا لما يكون في عين ميه علشان يملوا ميه لنفسهم، واي وقفه في النص ممكن تعطلهم والميه تخلص، وده اللي حصل بالفعل. يتقطع العقد بتاع السيدة عائشة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقف ويوقف كل الناس اللي معاه علشان يدور على العقد بتاعها. بتقول السيدة عائشة: فأقام النبي على التماسه، يعني وقف الناس كلها علشان يبدأ يدور على العقد. بالفعل يدوروا على العقد والناس كلها تقف معاهم، وسيدنا النبي ياخدوا النوم وينام، يبيتوا ليلة كاملة وهم واقفين في مكان ما فيهوش مية، والمية اللي معاهم خلصت. وسيدنا النبي يصحى تاني يوم ومفيش مية حتى يتوضوا بيها. بتقول السيدة عائشة: لما نام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أبوها سيدنا أبو بكر جاي يعاتبها. بتقول السيدة عائشة عن أبوها سيدنا أبو بكر: فظل يطعنني في خاصرتي، أقمت النبي ولسنا على ماء. فزي كده بيعاتبها على الموقف: انت عطلتينا يعني. فيقوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومفيش مية حتى يتوضوا بيها، وتنزل في الوقت ده آية التيمم. يجي الناس ويقولوا للسيدة عائشة: ليست هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني مش أول مرة ينزل قرآن بسببكم، ده كان في مرة قبل كده في حادثة الإفك مع السيدة عائشة برضه. شاهد في كلامنا إيه؟ إنه يوقف قافلة كاملة علشان يدور لها على العقد بتاعها، ولا يقول لها هتفرجي علينا الناس، ولا خلاص بقى مش مشكلة، ولا يخاف إن حد يتهمه في رجولته إن هو موقف الدنيا كلها علشان خاطر زوجته. اهتماماتها والحاجة بتاعتها كانت بالنسبة له أولوية، حتى لو كانت حاجة بسيطة، بس ده اهتماماتها ودي حاجة تخصها وهتزعل عليها، يبقى ليه ما راضيهاش؟ فالزوج الذكي هو اللي يراعي اهتمامات زوجته ويزود حبها ليه عن طريق الحاجات اللي هي بتحبها. انا مش هنسى ابدا، كان في استاذه ليا دكتوره ربنا يبارك في عمرها يعني ويديها الصحه، كان زوجها متوفي ورحت معاها مره، كانت بتتبرع او بتعمل صدقه جاريه ليه، وبتتكلم معايا وبتحكي لي عنه. بتقول لي: انا رساله الدكتوراه بتاعتي دي لو كان ينفع ان هو اللي يمتحن فيها والله كان هو خدها بدالي. فضلت تحكي لي طبعا زمانهم ربنا يديهم الصحه ما كانش في بقى كتاب وورد ولا PDF ولا كده، فبتقول لي: والله كنت انا ذاكر واكتب على ايدي وهو ياخد الحاجات ويكتبها هو على الآلة الكاتبه ويسهر عليها. بتقول لي لدرجه في المناقشه واحنا قاعدين في المناقشه بتاعتها، بتقول لي كان هو لو في سؤال هو اللي كان هيرد عليه بدالي من كتر ما هو مذاكر الرساله بتاعتي، وكان يجيب لي كتب ويخليني اذاكر فيها. بيراعي اهتماماتها ومهتم بالحاجات الخاصة بيها هي شخصيا. الشهادة دي هي اللي هتاخدها والحاجة دي هي اللي هتاخدها، لكن زوجتي حبيبتي مهتمة بحاجة عندها شيء معين شغلها، ما نشغلش معاها ليه؟ فالزوج الذكي هو اللي يراعي اهتمامات زوجته والحاجة اللي هي مهتمة بيها والحاجة اللي تطور من نفسها، علشان فعلا ده اللي بيفرق. والحاجات دي الست ما بتنساهاش أبدا أبدا. مهتم بيا ومهتم بالحاجات البسيطة اللي من وجهة نظري أنا كبيرة جدا، لكن عنده هو ممكن يتكلف من وقته ويقتطع من وقته ويقتطع من حاجات كتير، بس الحاجات دي بيعملها علشاني. فالست مش بتنسى الحاجات دي أبدا. اهتم باهتماماتها حتى لو كانت بسيطة بالنسبة لك.